لو مش بتعرف تنام على طول أو بتنام ونومك متقطع أو ما بتعرفش تنام لحد وقت متأخر جدا، ممكن تكون المشكلة كلها في الميلاتونين يا صديقي. الميلاتونين هو هرمون مخنا بينتجه بشكل طبيعي، وظيفته إنه بيقول لجسمك إن وقت النوم جه. الغدة الصنوبرية هي اللي بتفرزه، ودايما زيادة إفرازه بتزيد مع زيادة الضلمة حواليك. فأي ضوء يا صديقي أنت بتتعرض له بالليل، خصوصا من الموبايل أو من اللابتوب أو لمبة سهاري أنت مشغلها في الأوضة، ده بيقلل من إفراز الميلاتونين. وعشان كده في أوقات كتير مخك بيفضل صاحي حتى وأنت مرهق. السؤال هنا، هل ينفع ناخد الميلاتونين يوميا بدون سبب؟ الإجابة أكيد لا، لكن ممكن ناخده في حالات زي السفر وتغيير التوقيت واضطراب النوم المؤقت. فلو قررت يا صديقي تاخد ميلاتونين، حاول تاخده قبل النوم بساعة واحدة بس. وحاول يا صديقي تبتدي بجرعة بسيطة من 3 ل 5 مللي جرام بس. وافتكر يا صديقي إن الميلاتونين مش حل سحري، الحل الحقيقي في روتين نوم صح. فنحاول إننا نقفل الشاشات بدري ونقلل الإضاءة بالليل، ولما نيجي ننام في ضلمة تامة. جرب يومين من غير شاشات قبل النوم وشوف الفرق بنفسك. ما تنساش تشاركني في الكومنتات، هل جربت تاخد ميلاتونين قبل كده وكان تأثيره عليك عامل إزاي؟ وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبك.